السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة للدولشي جميلة جدا، وبمناسبة ان عاشورة قربت او عاشورة قربت انا قلت اشارك معاكم وصفة العاشورة. سهلة وسريعة وخطيرة، ما فيهاش اي حاجة صعبة، بمكونات بسيطة هتعملي احلى طبق عاشورة ممكن تاكليه. نعمل مع بعض. نسميه بسم الله الرحمن الرحيم. جبت الفرو بتاعي غسلته. طبعا الغلة اسمها فرو هنا، اللي هي الغلة بتاعت البليلة يعني. غسلتها كويس طبعا لغاية ما المية بقت بيضة، وبعدين حطيت لها مية سبتها تغلي حوالي ربع ساعة، وبعدين طفيت عليها بدأت تفتح، اروح مولعة عليها تاني. لو انا بقى هعملها واسيبها لتاني يوم عشان اعمل العاشوره، تسيبيها خلاص ما تولعيش عليها تاني. لا، انا ولعت عليها تاني لان انا مستعجله وهعملها دلوقتي. فولعت عليها تاني لحد ما اتشربت كل السوائل وفتحت كويس. رحت نازله عليها بكوبايه من السكر، وهنزل بلتر من الحليب، و500 ملي من البنا دا مونتاري. وتقدري كمان تضاعفي كميه الحليب على كميه الفرو اللي احنا استخدمناها. انا استخدمت نص كيلو من الفرو، بس انا بحب فيها الفرو كتير، يعني بحب انه يبقى طعمه مالي الطبق كده. لكن لو انت عايزاه يبقى عايزاه يبقى الفرو قليل شويه، وحاسه وعايزاه يبقى فيه لبن اكتر، تقدري تعملي 2 كيلو من الحليب عليهم نص كيلو او نص لتر من البنا دا مونتاري. يعني البنا دا مونتاري اساسي نص لتر لازم، عشان تديكي طعم غني مع وصفه العاشوره لازم تحطي نص لتر. لكن الحليب تقدري تضعفيه او تقدري تعمليه زي على حسب بقى حبك، انتي بتحبيها فيها كتير ولا بتحبيها اللبن اكتر والعاشوره قليله يعني، او الفرو قليل شويه. نزلت بالنص لتر من البانا دا مونتاري اللي هي كريمه الحلويات. نص لتر طبعا بيبقى فيه سكر ده، وانا كنت نازله بكوبايه من السكر، فكده السكر جوزته قوي. هخليهم يغلوا مع بعض زي ما انت شايفه. هضربهم بقى ضربتين، ودي حاجه اختياريه، الخطوه دي اختياريه. ليه؟ علشان انا بحبها تبقى يعني تطلع كل النشويات اللي فيها وتمتزج مع الحليب كويس جدا، وبتديني طعم كريمي كمان اكتر، وبتدي طعم تيست عالي قوي للعاشوره. فدي حاجه اختياريه، عايزه تسيبيها زي ما هي تسيبيها زي ما هي. انا ضربتها ضربتين بسيطتين يعني، مش ما ضربتهاش كتير وهريتها، لا هي ضربتين كده، بتحيث انها تطلع النشا اللي فيها ويختلط مع الحليب كويس. دلوقتي انا بقى هنا كنت محضره كوبايه من الحليب وعليها 3 معالق من النشا، وهنقلب الخليط ده بيهم كويس عشان يربط معايا القوام. ما خدتش معانا وقت. حطينا فانيلا، تقدري تحطي عليها ميه موارد لو بتحبي ميه الموارد، او جوز هند او زبيب، دي حاجات اختياريه براحتك خالص. تقدري كمان تضيفي عليها الباودر بتاع الكريم كراميل. لو مش هتستخدمي البانا دا مونتاري، تقدري تستخدمي 2 باكت من الكريم كراميل. عارفه طبعا الباكت بتاع الكريم كراميل الجاهز البولفري ده، تقدري تنزلي بباكيتين من الكريم كراميل، وتزودي طبعا الحليب عشان الباكت هيبقى ده بولفري ومش مفهوش سوائل، فهتخلي 2 كيلو من الحليب عليهم 2 باكت من الكريم كراميل، وبرده بتطلع خطيره بالكريم كراميل. بس انا الصراحه بحب طعم كريمه الحلويات، بتديني طعم قشطه كده وطعم غني قوي، وبحس ان انا ما ضيعتش طعم العاشوره الاصلي. وطبعا تقدري تحطي صوصات زي ما عملنا في الفيديو بتاع الرز بلبن على الوش، بس انا حبيتها تبقى سامبليتش وبسيطه، ولسه كنا عاملين الرز بلبن بالصوصات، فما حبيتش ان انا يعني يبقى كل الفيديوهات كده شبيهه ببعضها. دي افكار، انا بديكي افكار وانتي تقدري تعمليها وتحطي عليها صوصات براحتك. زي ما انتي شايفه شكلها خطير. حطينا لوز على الوش، وحبينا ندلع الترابيزه شويه. وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش من دعوه حلوه من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه. ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه كما تحب وترضى، وملء ما تحب وترضى. وبون ابيتي.